المشوار التاريخي للمنتخب المغربي. لقد أصبح منتخبنا الوطني أسود الأطلس أول فريق عربي وإفريقي كيوصل للمربع الذهبي للنصف النهائي كأس العالم. منتخبنا الوطني سجل تاريخ جديد في كأس العالم كيتعلق بمغربنا الرائع، وأصبح المنتخب الوطني ملهما للكثير من المنتخبات الأخرى وخصوصا العربية والإفريقية. المنتخب المغربي كيتصدر دور المجموعات للمرة الثانية، والمرة الأولى كانت في عام 1986. المنتخب الوطني داز من دور المجموعات ب7 ديال النقاط من بعد ما تعادل مع كرواتيا وربح بلجيكا وربح كندا، وبهذا غيكون هو أول منتخب عربي وإفريقي كيدوز ب7 النقاط من دور المجموعات إلى الثمن النهائي. المنتخب المغربي كانت عنده الشباك نظيفة، ما داز علينا حتى شي بيت، داز علينا بيت واحد في دور المجموعات، داز غير بالغلط، وبهذا كتكون 4 مباريات للمنتخب المغربي بشباك نظيفة ما داز علينا حتى شي بيت. وهنا غيكون أول منتخب عربي وإفريقي كيحافظ على الشباك ديالو في كأس العالم في 4 المباريات، وأول منتخب عربي وإفريقي كيفوز بركلات الترجيح، الإنجاز التاريخي بفضل الله ثم ياسين بونو. المنتخب المغربي وصل ل 23 مباراة في المرتبة الثانية من وراء الكاميرون. إفريقيا المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي كيتجنب خسارة 5 ديال المباريات في مسابقة واحدة كأس العالم. هذا إنجاز تاريخي للمنتخب الوطني، أنك توصل للنصف النهائي وتقاتل للنهائي ثم من بعد تقاتل للوصول للمركز الثالث رغم كل الإصابات اللي كانت موجودة في أسود الأطلس. هذا كيبين نجاح الخطة الذكية لوليد الركراكي، برافو عليه، وكل اللاعبين اللي تقاتلوا وبذلوا مجهود كبير. حكيم زياش أول هدف على كندا، وبهذا كيكون أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم في 3 دقائق الأولى ديال المباراة. غوارديولا العرب، لقب جديد لوليد الركراكي، أول مدرب إفريقي وعربي كيوصل لنصف نهائي كأس العالم. غندوزو ليوسف النصيري، أصبح أول لاعب عربي كيسجل بالراس و3 الأهداف من 3 ديال التسديدات. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لي واحد لايك ومتابعة للقناة وفعل الجرس باش يوصلك أي فيديو حطيته. والسلام عليكم ورحمة الله.